ايه الفرق بين الشركات في امريكا والبريطانيه حتى لو التك جاينتس؟ والله بص، انا زي ما قلت، انا باجي امريكا وفي امريكا دلوقتي، بس ما عنديش فكره قوي عن يعني ايه. يعني زي ما قلت لك، وده انا حتى يعني مش هحترم نفسي لو انا قعدت اقول لك انفورميشن وامريكا مش عارف ايه. انا ما عنديش فكره عن الشغل في امريكا، يعني رغم ان انا بقول لك عملت مشاريع هنا واشتغلت هنا، بس ستيل على قوتي، على قوه الشركه بتاعتي في بريطانيا. يعني ما اعرفش مثلا نظام الضرايب هنا، ما اعرفش نظام المرتبات، فانا ما عنديش فكره اقدر افيدك بيها في الحته دي. تمام. انا افضل تاخد المعلومه دي من حد، يعني الفرق، خلاص، حد اشتغل هنا واشتغل هنا. في الحاله دي هيبقى محمد مشرف، اللي هو اشتغل في امريكا واشتغل في بريطانيا. طبعا انا اشتغل هنا، انا زي ما قلت انا عملت مشاريع هنا، بس انا اتكلم اشتغل هنا يعني عاش هنا، دفع ضرائب هنا، خد مرتبات من هنا، البي رول بتاعه على هنا. الموضوع مختلف تماما. بيقول لي كسبت في لوتري الهجره لامريكا ولسه مخلص حسابات، تنصحني اروح ولايه ايه في البدايه؟ زي ما قلت ما اعرفش للاسف، مش انا الشخص اللي يقول لك احسن ولايه.